لو كنتم زيي بتحبوا جدا تعملوا الشاورما في عيش التورتيلا يبقى أكيد وصفتنا النهاردة لأسهل عيش تورتيلا ممكن تتخيلوه هتعجبكم. لو أول مرة تشوفوني أنا الدكتورة سهى، أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. هنزل بكوباية مية في كاسرولة وهنزل عليها بنص معلقة صغيرة من الملح ومعلقة ونص من الزيت، واسيبهم لما يغلوا انزل عليهم بكوباية ونص من الدقيق متعدد الاستخدامات واقلب كويس جدا لحد ما تتكون عندي عجينة. لما تبرد شوية هبدأ أعجنها كويس جدا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه عشان تدعم معايا، وهبدأ أقسمها لكرة صغيرة. كل كرة فيهم هتبقى بالنسبة لي رغيف من عيش التورتيلا، وهبدأ أكرهم كويس جدا وأرصهم في الصينية بتاعتي وأبدأ أفرد واحد واحد بالشكل ده بسمك رفيع شوية، وببدأ أحطه على طاسة تكون سبق تسخينها أو جريلا، وأقلبه على الوشين لحد ما الرغيف بتاعي يستوي والنار بتكون متوسطة، وخلص المقدار كله علشان يطلع لي أحلى عيش تورتيلا ممكن تدوقوه. مش قادرة أقول لكم قد إيه سهل وبسيط وسريع جدا، طري جدا، وفي حتة تانية خالص. لو عجبتكم وصفتنا النهاردة لعيش التورتيلا السهل والبسيط أتمنى أن انتوا تنفذوها وتكتبوا لي رأيكم وأسئلتكم في التعليقات، لأنها طريقة سهلة جدا وطعمه تحفة وبالهنا.